السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، صباح الخير، صباح الهنا، صباح الورد، صباح السعادة عليكم جميعا. أتمنى لكم يوم طيب جميل. تحياتي من قناة الخير أبو عبد الهادي. أتمنى لكم كل خير وكل شيء طيب. ببدأ معاكم يوم جديد النهاردة يوم ال16 مع تربية الفراخ في البطاريات. طبعا زي ما قلت لحضراتكم، أول ما بطلع على طول بقوم جاي شايل العلافات من قدامهم وبنظف النظافة ديت. ولو درجة الحرارة عالية ببدأ أبخبخ لهم ترطيب كده للجو. وطبعا يعني كل يوم عن يوم بقول لكم معلومة جديدة. النهاردة في معلومة جديدة حابب إن أنا أعرفها لكم. إنك طول ما أنت مجوع الفراخ، بفضل الله بفضل الله بفضل الله بتاخد كتكوت صحة كويسة، عافية كويسة، بيديلك وزن كويس. النهارده اليوم ال16، حتى هحاول اوزن مع حضراتكم وهوريكم الاوزان شكلها ايه بفضل الله. نبدا نشغل الميزان كده ونسمي الله كده ونجيب اي فرخ كده. بسم الله تبارك الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مثلا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله 690 جرام النهارده 16 يوم. يعني حاجه معقوله وجميله ما شاء الله تبارك الله. وبرضك في البطارية التانية نحاول كده نوزن برضك إن شاء الله رب العالمين ونشوف إن الوزن شكله إيه. ما شاء الله برضك 660 جرام. يعني حاجة ما شاء الله تمام التمام وفل كده بفضل الله. ربنا يبارك للجميع ويصلح الحال للجميع. ونوزن كمان اهو برضك ما شاء الله. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. 730 جرام. في فرق، في ضربات برضك بفضل الله. فيعني طبعا انا حبيت اوريكم نتيجة التجويع. ما شاء الله ما شاء الله بيدي نتيجة كويسة، فبيدي صحة للفرخ. وان شاء الله رب العالمين. طبعا انا زي ما قلت لكم انا بحط كركم وبحط حبة البركة وثوم بودرة وبصل بودرة على العلب بتاعهم. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم لازم التجويع يا جماعه، التجويع. ولازم يبقى فيه برنامج اظلام ان المكان يعني يبقى ضلمه في وقت معين من النهار. يعني مثلا مثلا الساعه 4 أو 5. طبعا بكون بدأت ان انا اكل. بعد ما بياكلوا المكان بقى اضلمه شويه كده، هبقى اوريكم نعمل ايه بالظبط. ويبدأ الفرخ يستقر وينام حتى يقوم فايق وبصحة وبنشاط. طبعا اتمنى ان انا اكون افدتكم. وما تنسوش اللايك والشير والمتابعة في القناة. وجزاكم الله كل خير وربنا يوسع عليكم وعلينا. وتحياتي كان معاكم من قناة الخير أبو عبد الهادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.